ويلكم تو ماي شانل. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يجيلك كل جديد. يلا نبدا. بما ان المدارس والجامعات قربت هقول لكم شويه نصايح للمدرسه وللجامعه هتفيدك كمان. فالنهارده هقول لكم اساسيات لشنطه المدرسه وللجامعه. مش هطول عليكم، يلا نبدا الفيديو. خلونا نبتدي بالشنط اللي هتنفع في الكليه، لان مش كل الشنط بتنفع للمدارس او للجامعات. عايزه اوريكم 3 شنط اللي انا بستخدمهم في الجامعه. اول حاجه الشنطه اللي انا بستخدمها معظم الوقت حتى في المدرسه والجامعه هي بتكون شنطه الظهر دي. هي عمليه بس مش تنفع اول يوم في الجامعه. هي شنطه ظهر عادي ممكن تجيبيها من اي محل، بس انا بحب قوي شنطه اكتف لانها بتكون كده مبطنه وتستحمل اي كتب. انا بستخدمها مش اول يوم في الجامعه، لان اول يوم انت بتتعرف على الناس، بتتعرف على الدكاتره، بتتعرف على الحاجات اللي موجوده، محتاجين ايه، موادك ايه. اول يوم ده لسه بتتعرف على الناس، لسه بتشوف دنيتك، لسه البدايه. فمش تاخد حاجه تحمل عليك، خد حاجه بسيطه وصغيره. واقول لكم ان شاء الله تالت شنطه تكون عمليه معاك وتكون بسيطه، على الاقل تاخد فيها قلمين او التو ليست بتاعتك. الشنطة بجد عملية جدا، ولو انت تستخدم لاب في الجامعة انصحك تجيبها، هي كويسة جدا. زي ما قلت لكم الشنطة دي عملية جدا وبتاخد كل حاجة. بجد انا بحب الشنطة دي جدا وحاساها مميزة عن باقي الشنط. بحط فيها كل كتبي وكل حاجتي وبعد كده انزل. بجد الشنطة دي استحملت معايا كتير. ولو انتوا زي اغلب الاوقات كتفكم بيوجعكم او حاجة، جبتلكوا شنطة عملية بس مش عملية قوي الصراحة. من هي بتنجز عليا حاجات كتيرة قوي، لان انا بحطها في الشنطة وبنزل على طول. وهي تاني شنطة معايا واسمها توتي باج على حسب اللي انتوا بتقولوها. هي دي الشنطة دي. هو في اشكال تانية، في اللون الابيض، في اللون الابيض السادة اللي هو على رسومات، وفي الاسود خالص، في اللي هو زي كده، في اشكال. انا حبيت بس برضو الشنطة دي قوي. هي مش عملية بس أنا بحط فيها كتب، بحط فيها القلمة بتاعتي وبنزل على طول للجامعة. ووقت الامتحان بتكون عملية جدا، بحط فيها الملخصات والقلمة بتاعتي وبنزل على طول. لو انت عايز حاجة شنطة تنجز بيها نفسك وتسرع عليك المهام، تحط الكتب والقلمة وبعد كده تجري على الجامعة على طول، فأنصحك بالتوتي باك. قماشتها ما شاء الله روعة بجد. بس مش هنصحك تحطي في التوتي باك كتب كتيرة عشان مش تتقطع. وتالت شنطة لو عايزين شنطة ظهر بس تكون صغيرة وتكون شكلها شيك، فأنصحك بالشنطة دي. الشنطة دي بجد الشنطة دي استحملت معايا كتير. هي جلد، كمان الجلد بيكون شيك اكتر لو انتوا لابسين لبس كويس وكده ومحتاجين شنطة تكون صغيرة وتكون شكلها شيك. بجد الشنطة دي عملية جدا وصغيرة كده في الحجم، يعني مش هتتعب كتفك. خلونا نبدأ في الكراسة. أول حاجة هاتوا كراسة خفيفة، مش تجيبوا الكبيرة قوي وتحطوا فيها المنهج كله وتلموا فيها المواد. لا، كل مادة ليها كراسة مخصوص ليها. طيب هتعملوا ايه؟ هتجيبوا نوت بوك صغيرة جدا زي كده وتكتبوا فيها الحاجات اللي عليكم. أنا عن نفسي بكتب كتير. أهم حاجة تكتبوا الحاجات المهمة في الدرس أو الحاجات اللي عليكم. لو انتوا كنتوا جبتوا الكراسة الكبيرة هتكون حمل عليكم وتعب عليكم لما تشيلوها في الشنطة وكده، فلا، أنا مش هنصح بكده. وأنصحك بجد الكراسة دي أو النوت بوك ده عملي جدا وهيساعدك كتير. فأنصحك لو انتي في أول سنة هاتوا النوت بوك دي. وكمان لازم تستخدم مقلمة عشان انتوا عارفين طبعا القلمة بتضيع، وكمان بتحافظ على القلمة. وبستخدم ايه تاني في المقلمة؟ بستخدم برضو القلمة الهايلايتر دي. اي حاجة مهمة بعلم عليها، بجد القلمة دي مهمة جدا. اي حاجة مهمة في الكتاب بعلم عليها وفيها الالوان دي. بس انصحكم ما تجيبوش اي نوع من القلمة الهايلايتر تانية. انصحكم تجيبوا روتو. النوع ده بس كويس جدا ومش بيخلص وبيدنه ثابت. وبجد انصحك لو انت بتحبي الكتابة زي كده تجيبيهم، هتسهل عليكي المهام ويكون الكتاب كده شكله حلو وبيفتح النفس. وكمان تعلمي على الحاجات المهمة، فبجد هي كويسة جدا. وايه كمان بستخدمه وبحطه في المقلمة؟ الستيكي نوتس دي بتكون بتسهل عليا بجد حاجات كتيرة. بكتب الحاجات المهمة فيها، وكمان بتكون مساعدة للهايلايتر. وكمان بستخدم الفواصل. وكمان الستيكي نوتس مش بيلزق او حاجة او في حاجة غلط فتستخدموا اللزق ده.
حلو وبينفع معايا برضه، بحطه في المقلمة برضه. رابع حاجة المناديل المبللة والكحول، بجد مهمين جدا. انا اوقات ساعات مش بقدر اروح الحمام عشان اغسل ايديا، فبستخدم المناديل المبللة، او انتي ممكن تستخدمي المناديل العادية خالص الجافة وتستخدمي كحول عشان يطهر ايديكي وكده. مهم جدا التركاية دي. كمان تركاية صغيرة، استخدمي تو دو ليست. هتساعدك تنظمي حياتك كده، وتساعدك تنظمي المهام اللي عليكي في الدراسة وكده. لو مش أمكن معاكي ما تجيبيش عادي. وكمان انتوا عارفين ان الشفايف بتشقق، وخاصة في وقت الشتاء. هجيب لكم مرطب للشفايف في بالكيوي، حلو قوي بجد، وده بدون لون. وفي بجوز الهند وبرضه ده بدون لون. وفي بقى بلون اللي هو بجل الصبار، بيكون لونه كده وردي كده. تختاري مرطب منهم وتحطيه في شنطتك، بجد مهم جدا. وزي ما قلت خاصة في وقت الشتاء والدراسة في وقت الشتاء، فتختاري يا إما البوبانة، لا إما بجل الصبار، يا إما بجوز الهند. اختاري بقى. وكمان برضو حاجة مهمة، خدي المرطب بتاع الإيد بتاعك برضو عشان ترطبي إيدك. وفي حاجة بسيطة لازم تكون معاكي في شنطتك، اللبان بيضيع ريحة الفم. مثلا لو انتي كلتي حاجة فيها بصل او فيها توم بيضيع ريحة الفم، فلازم يكون معاكي. في ناس بتاخد علبة صغيرة فيها معجون ومعاها فرش الأسنان، بس انا حاسة ان كده تكليف على الفاضي. خدي لبان وخلاص. وكمان حاجة مهمة تاخديها في الشنطة، الأدوية بتاعتك. خدي الأدوية بتاعتك اللي كاتبها لك الدكتور. وكمان خدي البنادول، عشان مثلا لو قدر الله حصلك صداع أو أي حاجة، خدي البنادول. وخدي الفوط الصحية. وكمان تركاية مهمة جدا، خدي المراية بتاعتك عشان مثلا تظبطي الطرحة. خدي المراية بتاعتك برضه في الشنطة، مش هتخسر يعني. وكمان اهم حاجة مننساش زمزمية المية، عشان مش نشتري من برا، وكمان عشان تحافظ على المية سعيتها. وكمان لو انت حاطة فيها مشروب سخن وكده، بتحافظ على السخونية. وكمان هاتوا زمزمية كبيرة شوية عشان المية مش تخلص معاكوا. انا لما المية بتخلص معايا بجيب المية من السوبر ماركت، او بجيبها بمليها من الكولمن. اتمنى اني فدتكم واديتكم نصايح كويسة وافكار كويسة. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب للقناة عشان يجيلكم كل جديد. سلام.